تنزيل الأموال بين الروحانيات والشرع حقيقة لا خيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المتحدث الروحاني محمود أبو محمد من سلطنة عمان. حياكم الله. تنزيل الأموال هو من المواضيع التي أثارت الكثير والكثير من الجدل بين الناس، فمنهم من ينكر وجوده تماما، ومنهم من يؤمن به كأمر روحاني حقيقي، بشرط أن يكون تحت مظلة الشرع الإسلامية. في هذا الفيديو نوضح الصورة من منظور شرعي وروحاني متزن. في الأصل الرزق من عند الله تعالى، وهو القائل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن جعل الله للرزق أسبابا روحية ومادية، ومن هذه الأسباب الدعاء الصادق، التوكل، ممكن الرقية والاستغفار، وكذلك الاستعانة بأهل العلم في الأمور الروحانية، مثلا كشيخ روحاني ثقة عرفه يستخدم القرآن والأذاكر الواردة المأثورة في تسهيل الرزق. طيب، ما هو تنزيل الأموال؟ هو عمل روحاني شرعي يقوم به شيخ متخصص باستخدام آيات قرآنية وأسماء الله الحسنى وأذكار خاصة معنية صافية وطلب الرزق من الله وحده. لا يحتوي هذا العمل على سحر أو شرك أو طلاسم، بل يكون مبنيا على تقوية الشيخ والتزامه ونية الطلب الصادقة. زين، هنا فهمنا وش هو تنزيل الأموال. طيب، ما دور الشيخ الروحاني؟ الشيخ الروحاني الحقيقي لا يدعي أنه يخلق المال، بل يعين الناس على فتح أبواب الرزق المسدودة من خلال الطاقة الروحانية المباركة والدعاء والعمل بإصرار، مأخوذة من السنة والقرآن، وهو دائما يؤكد أن الله هو الرزاق وأنه مجرد وسيلة. إذن هنا فهمنا أن الروحاني هو مجرد وسيلة، ليس هو اللي قاعد يرزقك أو شيء. فإحنا مثلا أول ما بدأنا في الفيديو قلنا أن في الأصل الرزق من عند الله تعالى، وهو القائل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا هنا دور الروحاني إنه مجرد وسيلة لا أكثر. أدلة شرعية تدعم المعنى الروحاني للرزق. قال النبي: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو آدم. وقال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الخلاصة لهذا الجدال اللي يسبب كثير من الناس، كل واحد يطلع يقول شيء، ولكن أنا هنا راح أعطيك الخلاصة. نعم، تنزيل الأموال أمر حقيقي إذا تم بالطريقة الشرعية وعلى يد شيخ موثوق لا يستخدم السحر ولا الدجل، بل يعتمد على القرآن الكريم والأوراد النبوية. فالرزق له أبواب غيبية قد لا يتركها الكثيرون، لكن الله يفتحها لمن صدق النية وسعي بالأسباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.